خلاص داخل، يلا نعمل فورمة الساحل. أهلا بيكم في مجلس قيادة الفيديو بلوج. أنا غيدة نوري. من كم أسبوع 90 شاب اتقتلوا في يوم واحد في بغداد عشان قصة شعرهم ولبسهم. 90 شاب عمرهم أقل من 20 سنة. 90 بريء مات، مع إنه الدستور العراقي الجديد كفل كل الحريات. عارفين ليه؟ عشان الدستور لوحده مش كفاية، لازم المجتمع نفسه يحترم الحرية الفردية وتنوعها، من غير ما مجموعة تصنف التانية ولا تفرض معتقداتها بالقوة. قبل الثورة بكم شهر طلع قرار بمنع المنقبات من دخول المدن الجامعية، وبعد الثورة بكم شهر كذا مرشح للرئاسة قال انه عايز يمنع البيكيني على البلاج. للدرجة دي كل واحد بقى عايز يتحكم في حرية التاني. ايه اللي يمنع دخول منقبات المدن الجامعية غير الرغبة في السيطرة على المختلف عنك تحت شعار امني؟ وايه اللي يمنع الكم مليون وحدة اللي تلبس مايو في مصر والعالم العربي انها تمارس حقوقها غير الرغبة في السيطرة عن المختلف عنك بس تحت شعار ديني؟ ليه السياسي دايما بيحاول يتدخل بحرياتنا الشخصية؟ ما يركز احسن انه يجيب لنا حقوقنا الضايعة؟ وليه حريات الستات بالذات؟ البيكيني ممنوعة على البلاج والنقاب ممنوع في الجامعة. ليه مش الرجالة؟ هل يجرؤ سياسي يعمل كده مع الرجالة؟ يمنع الجلابية في الجامعة او الجلابية على البلاج؟ اكيد لا. اللبس حرية شخصية نقطة ومن اول السطر. لا واحدة هتمشي بباب اللوق بالبيكيني ولا اللي لابسة النقاب هتتردد تقلعه وقت الضرورة، وده مش بيحصل ولا هيحصل بقوانين. المجتمع أقوى من أي قانون. فاكرين قانون المرور وقوانين أرض الزراعية؟ المجتمع الصحي والناضج هو اللي بينظم نفسه بنفسه، وفي مكان مناسب لكل فكر وسلوك. المجتمع الصحي هو اللي بيحترم البيكيني والنقاب. أيوة عارفين الموضوع عامل زي إيه؟ زي الحبل المضفر ومربوط بعقدتين من الطرفين. إن كان نقاب ولا بيكيني دول أقصى حاجة في الحبل. العقدتين لو قصينا عقدة النقاب من الحبل ومنعناه بالقوة في المجتمع، الحبل هيتفك من بعضه حتى لو كنتم مختلفين معه. يعني ما تستبعدش بعد شوية انه يمنعوا الحجاب في المدارس او يمنعوا المحجبات من الاماكن العامة. نفس الحكاية مع عقدة البيكيني في الطرف الثاني حتى ولو كنتم مختلفين معه. يوم ما نسمح بمنعه بالقانون حتى لو كنتم مختلفين معه، ساعتها بندي فرصة للسلطة انها تطلع قانون بموديل جيبات مسموح نلبسها، او حتى تمنع البنطلونات للرجالة زي ما كان حاصل من 100 سنة. في الحالتين لو سمحنا للحكومة بكده، العسكري بتاع مبارك وبن علي اللي كان بيراقبك لما كنت بتتكلم في السياسة، نفس العسكري ده هتديله فرصة أكبر إنه يراقب مامتك وأختك وخطيبتك وكمان يمد إيده ولسانه عليهم. نفس العسكري. وبعدين ليه دايما نمسك في طرف الحبل ونتخانق عليه؟ ما الحبل طويل قدامنا. هل أحسن إننا نضيق الحبل ده ولا نبحبحه؟
بحيث انه يبقى مليان نماذج وسط بين الاتنين. هحكي لكم حدوته عمليه. رشيد نيكاز شعره طويل زي الاوروبيين، لو شفته مش هتعرف اصله او دينه من شكله. رشيد مليونير فرنساوي من اصل جزائري. لما فرنسا اللي كانت بتحترم حقوق كل مواطن منعت النقاب وفرضت غرامة على اللي بتلبسه، رشيد نيكاز قال لمنقبات فرنسا وبلجيكا البسوا النقاب وانا هدفع عنكم، واسس صندوق رأس ماله $1,000,000 عشان يدفع الغرامات دي. وفي المحكمة طمن المنقبات وطلب منهم ما يخافوش يلبسوا النقاب، لأن دفع الغرامة ألغى أثر القانون وأفشل السياسيين اللي أصدروه. المواقع السلفية احتفلت برشيد ونسبت له تصريحات على إنه مليونير سلفي ومراته منقبة. هذا في نظري رجل هزم دولة. مستعدين لمفاجآت كل مرة؟ دي صورة مرات رشيد. المفاجأة التانية، رشيد مش غني، علشان كده رهن بيت ملكه عشان يدبر فلوس الغرامات. والمفاجأة الأكبر، عارفين سمى صندوق الغرامات ده ايه؟ عارفين سمى الصندوق ده ايه؟ صندوق الدفاع عن العلمانية والحرية. صندوق الدفاع عن العلمانية والحرية. هذا في نظري رجل هزم دولة. نيكاز نفسه ضد النقاب وشايف انه بيعوق المرأة، لكن هو ضد اي قانون بيحرم المرأة من حرية الاختيار، ودافع بماله ومجهوده عن الحق ده. وصلت الفكرة؟ في المجتمعات الناجحة لو انت بترفض حاجة لازم تسيبني امارس اللي انت بترفضه، ومن حقك كمان تقاطع الاماكن اللي بتسمح بالحاجة دي وتعمل حملات توعية سلمية. لو الاماكن دي ما لقيت لهاش زباين يبقى المجتمع صحح نفسه بنفسه، ولو الأماكن دي زادت ادرس الأسباب واحترمها واعرف إنه مفيش حاجة بتدوم. لو كنت ضد البيكيني والبيرة، لو كنت ضد النقاب والقنوات الدينية، اوعى تسمح لسلطة تفرض رأيك ده بالقوة عشان مصيرها تفرض رأيها عليك. ما تنسوش تجاوبوا سؤال الحلقة بعد تترات النهاية. سكوت. اكشن. again تاني اوكي. رياكشناتك، ارفع راسك شويه. يس. وبيستغرب احيانا. ايوه. نعم. لا والله دي حاجه غريبه جدا. ايه ده؟ اوبا. فاكرين لا انا I'm there. لما ايه في ايه؟ رجع الكاميرا. بتضحكي كده يا حسين، ايه اللي انت بتشتغل؟ طب خلاص. كات. اضغط على ال3 زراير دول وانضم لمجتمع غيدة نوري على الانترنت. سؤال الحلقة: في ضوء الحلقة اللي اتفرجتوا عليها، تفتكروا لو صدر قانون بمنع البيكيني وأنشأ رجل أعمال متدين صندوق لدفع غرامات الستات اللي هتلبسه، ممكن يسمي الصندوق ده ايه؟ اكتب إجابتك على الفيسبوك على الرابط ده أو على تويتر عبر الهاشتاج ده. كل 5 حلقات هنختار أفضل الإجابات وهنعلن أسماء 10 فائزين علشان يحضروا معانا تصوير الحلقات الجديدة ويتعرفوا على فريق العمل.
بالإضافة لحصولهم على تيشيرتات ومجات البرنامج. شروط الاشتراك على صفحتنا على الفيسبوك facebook/غيدة نوري 1.